السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم انا غنشارك معكم صابلي الاسبوع او صابلي زياده. انا خديت هاد المراشم هادو ديال الصابلي بيرسوناليزي، خديت هاد الشكل هذا، طيبت صابلي. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيكون، يعني على هاد الشكل هذا. انا راه منزله لكم الفيديو ديال صابلي، يعني كيكون بودره اللوز. هذه لاباط شوكولا، بواط شوكولا حتى هي راه دايره لكم الفيديو ديالها. غادي نحاول نخلي لكم فيديوهات ديالهم بجوج في رابط في اسفل الفيديو. هنا خديت لاباط شوكولا، يعني طلقتها ورشمتها بهذا المرشم هذا. هادو راه كاين فيه اشكال كثيره، انا خديت هذا. صافي كنحاول باش نبين ديك الرشمه مزيان في لاباط. حاولت نشارك معكم غير التزيين ديال هاد الصابلي ديال زياده وصابلي عادي. هنايا لصقات ليا واحد شويه، خصني ندير لها داك سكور كلاصي سبيسيال، هو باش انا اصلا نطلق هذيك العجينه ديال الشوكولاط، وكان ندير فيها هذاك المرشم هذاك باش ما يبقاش يتلصق ليا. صافي خديت هذا المرشم الاول هذا، غادي نرشمهم كاملين تنكمل الحبات كاملين اللي بغيت، عاد كندوز للشكل الاخر. تحاولوا تضغطوا عليهم مزيان باش ملي تهزوا هذيك لاباط كتبقى لكم هذيك اللي مرشومه كتبقى مزيانه. صافي كنحيد هذوك الجناب بشي موس، كيبقاو لي غير هذوك المراشم بوحدهم. صافي كتحاولوا معاهم غير بشويه، وهي راها ساهله، راه واخا كتجمعوها كتعاودوا تطلقوها راه كتجيكم مزيانه، ما كتنشف ما كتفرسس ما والو. الا حاولتوا تخدموها بنفس الطريقه اللي عطيتكم راه غتنجح معاكم. انا ما كديرها لا في الثلاجه لا في والو، راهيها غير في البلاستيك بحال ما هكاك اليمونطير، وديرها غير في البواطه بحال ما هكاك، مخليها غير في البلاكار. هنا خديت هاد ساتيون ارجونتي وكندهنهم كاملين. هذا الشكل الثاني اللي درت. صافي كندهنهم كاملين هذوك سميتو الرشمات كاملين اللي درت كلهم كندهنهم. هنا عندي ساتيون دوغي، خديت السميه ديال البنيه، يعني زياده ديال البنيه. صافي وكنرشمها بهذا الشكل، يعني كتحاولوا تضغطوا عليها باش تعطيكم. خديت لاباط شوكولا، يعني لونتها بهذا الغوز هذا. حاولت انا ندير هذاك البيض وندير هذا الغوز شويه مغلوق، ما بغيتش ندير هذاك اللون فاتح باش ما يجيش الابيض مع هذاك الغوز بارد، ما غاديش يعطي المنظر ديالو. حاولت ندير هذوك الرشيمات كاملين اللي بغيت، الرضاعه، الكروسه، هاد العود هذا، هاد القليبات الصغيورين كنخليهم حتى كينشفوا. هادشي ضروري كيكون تجهيز مسبق. صافي كناخذ صابلي، كنخلي هذيك الجهه اللي درت على السيلباط كنخليها من التحت، وكندير الجهه الفوقانيه كندير شويه ديال الجليكوز وكنلصق هذاك لاباط شوكولا. هنا كنت درت هادو بجوج، ولكني ما اقتنعتش بهم وحيدتهم، حيت ما جاتني ديك السميه في هذاك الدوغي، جات عاطيه المنظر ديالها مزيانه. ومني درت ليها هادوك جوج اشكال بحال جاتني مشارجيه بزاف، وحاولت ندير غير وحده. نتوما غتشوفوا معايا الشكل ديالها في الاخر. صافي حتى كنكملهم كاملين. هذه اللي ما دايره فيها لا سميه لا والو، هي اللي درت فيها ثلاثه، درت فيها القليبات من الجنب بجوج، ودرت فيها هذاك العود. شوفوا اللون دابا كيفاش عطاهم هذاك الابيض مع هذاك الغوز، يعني جاني احسن من الغوز بارد. نتوما غتشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش غتجي، يعني راه جا واحد الشكل اللي هو زوين. ها هما الشكيلات اللي صيبت، يعني البيض مع داك الغوزان ديالها راه جاو خطيرين مع داك الدوغي ديال السميه، يعني عطى واحد المنظر اللي هو زوين وراقي. شوفوا معايا الشكل ديال الشكيلات اللي صيبت ديال الصابلي العادي. هنا انا كنصايب صابلي وكنصايب شكيلات، وعاد كنختار اش من شكل اللي غادي ندير. فتشوفوا معايا التعليكات. هنا خديتها كناخذ في الاول هاد الصابلي هذا ملي كيطيب كنرشم هذيك الاولى ديك اللي كنفيني هذيك الاول الفوقاني الجهه الفوقانيه بناباج والجليكوز، يعني كندير جوج معالق كبار ديال الجليكوز ومعلقه ديال ناباج، كندوبهم كندير لهم لاغوم اللي بغيتو نتوما. هنايا عندي كراميل، نيسلي كراميل، بغيتو تزينوا بنيسلي كراميل، بغيتو ديروا هاد التعليكه هذه اللي درت انايا، كديروا فيها لاغوم اللي بغيتو، ناطا ولا بسكوي ولا اللي بغيتو. صافي كنحاول من هذوك الفوقانيين
بهذا الشكل هذا. وهذا الشكل هذا درتو باللوز كونكاسي، هذاك درتو بجنجله البيض وهذاك درتو باللوز كونكاسي. يعني ملي كنكملهم هاد الجهه الفوقانيه كاملين كنسرحهم في واحد اللاطه وكنسخن الفران مزيان حتى كيسخن مزيان وكنطفيه وكندخل لاطه باش كيتثبت هذاك الجنجلان وهذاك اللوز اللي درت كيجيو معلكين صافي كما قلت لكم باش كيتثبت عليهم هذاك اللوز وهذاك الجنجلان. هنا خديت هذا الشكل هذا درت الكراميل مع انا دايره النوغاتين اللي درتها باللوز ايفيلي ودرتها بهذاك سوغيز كونفي. كندير واحد شويه ديال نيسلي كراميل وكنثبت به هذيك النوغاتين. يعني هذه ما لصقتها ما والو خليتها غير الشكل ديالها هكايا بحال ما هكا يعني حتى هو كيبان راقي. حتى غادي نكملهم كاملين بما شد ليا هذاك صابلي تثبت ليا فيه هذاك اللوز والجنجلان. ها هما دابا ملي جبدتهم يعني هادو بغيت نديرهم بالنيسلي كراميل هاد المدورين غير على هذا الشكل هذا ودايره فيهم لوز كونكاسي من الفوق. ملي كتكونوا تاكلوا فيهم راه هذاك اللوز اللي كنتو اللي دايرين من الفوق ولا الجنجلان ملي كيتثبت عليهم هذاك داك ناباج والغليكوز راه كيجيو معلكين كيجيو غزالين المذاق ديالهم كيجي زوين. هذا نفس التعليكه يعني 2 معالق ديال الغليكوز معلقه كبيره ديال ناباج. درت ليهم هذا قهوه سريعه الذوبان ما درتش لاغوم درت القهوه يعني سريعه الذوبان درت ليهم واحد شويه صافي. تقدروا تزيدوا عليهم شي طريفات ديال الشوكولاط كالا الا عندكم كتقدروا تزيدوا عليهم ملي كتكونوا تذوبوا في هذاك الناباج والغليكوز. عمرتهم بهذا العقيق من الوسط درت هذاك العقيق الرقيوق داك الصفر كنهز بالمعلقه بحال ما هكا باش كيجي عملي ما كيوسخ لا يدي لا والو ما كيتوسخ هو صافي. هما ملي كملتهم كاملين هادو هما الشكيلات اللي صايبت. يعني شوفوا الشكيلات كيفاش كيجيو. يعني هذا اللي درت بنيسلي كراميل ولوز كونكاسي وهذا اللي درت بمذاق ديال القهوه والجنجلان الابيض. حاولت نفرق هذاك الابيض ديال الجنجلان بهذاك الصفر داك العقيق الصغير باش كيعطي المنظر ديالو زوين. وهذه ديك اللي صوبت بالنوغاتين. يعني صراحه 3 تشكيلات راهم جاو زوينين لا في المذاق ولا في الشكل يعني المنظر ديالهم راه جا رائع. نشوف كيفاش كيبانوا حتى من هذاك اللون راه كيبان موحد يعني كيبانوا زوينين خداو اللون ديالهم في الطياب مزيان. صافي كنستفهم في اللاطه بحال ما هكايا حتى كنكمل كلشي عاد كنبدا نديرهم في الكراطن مولاتهم. تشوفوا معايا التمر داك عفوا سلو حتى هو زينته بلاطه ديال الشوكولات. التشكيلات اللي درت ليها هي كانت جابت لي سلو انا درت ليها هاد الديكور هذا وهذاك شفت فيه غير بابي درت ليه هذاك البابيو بيض. حاولت ندير ثاني البوسيت في هاد الجهه هذه ودرت هذاك التاج. يعني حاولت نغير لها شويه الشكيلات صراحه راهم جاو زوينين. راه باقي ما كملتش الفيديو الثاني غتشوفوا معايا الكماله ديالو.